في سبب بسيط بيخليك ما بتقفلش اي بيعه بسهوله، مش لانك مش شاطر، لكن لانك ماشي بطريقه عشوائيه. سيلينج از ا بروسيس، البيع عمليه مش موقف عابر. براين تريسي بيقول لك ان انجح البياعين في العالم بيتبعوا 7 مراحل ثابته في كل صفقه تقريبا بيدخلوها، ولو مشيت عليهم بالترتيب ده نسبه الكلوزنج عندك هتزيد بشكل واضح تماما. اولهم بريبريشن او التحضير. اعرف كل شيء عن العميل قبل ما تروح تقابله، مين هو، بيدور على ايه، بيواجه مشاكل ايه، وليه وازاي. التحضير ده بيخليك تبدا وانت واخد خطوه لقدام مع العميل اصلا. النقطه الثانيه هي بيلدينج رابور او كسبك لثقه العميل. العميل مش بيشتري منك لانك بتعرف تشرح كويس، هو بيشتري منك لانه ارتاح لك. فابدا بمحادثه طبيعيه، اساله عن تحدياته وخليه يحس انك جاي تفهم مش جاي تبيع. النقطه الثالثه هي نيدز اناليسيز او تحليلك لاحتياج العميل. هنا المفروض تتكلم اقل وتسمع اكتر. اسال اسئله ذكيه تفتح دماغ العميل قدامك وتوصلك لبين بوينتس حقيقيه. وخلي بالك هي دي اهم خطوه في كل عمليات الصفقه. النقطه الرابعه هي البرزنتيشن او تقديمك للحل. اربط بين احتياج العميل بقى والحل اللي انت جاي تقدمه له، بس خليك فاكر don't sell the features sell the benefits. النقطه الخامسه هي handling objections او التعامل مع الاعتراضات. لو قال لك السعر غالي او مش مقتنع ما تردش فورا، لكن اساله ايه اللي مخليك تقول كده. افهم الاعتراض وطبيعته واشتغل عليه بهدوء عشان تصلحه. Objections are buying signals in disguise. طيب النقطة السادسة هي الكلوزنج أو الإغلاق، وهنا بيبدأ القرار واتخاذه. فاستخدم ترايل كلوز زي مثلا هل شايف انه ده ممكن يناسبك، ولو حسيت انه مستعد روح بقى للسوفت كلوز والهارد كلوز حسب الموقف. هل نبدأ، تحب نستكمل الإجراءات، وده هنشرحه الحلقة الجاية بالتفصيل. النقطة السابعة هي الفولو اب، المتابعة. العميل اللي اشترى ممتاز، بس اللي بيخليه يشتري تاني هو انك تفضل تتابع معاه، تسأل وتهتم وتبني علاقة تدوم. فالخلاصة المبيعات مش موهبة بس، المبيعات نظام، وكل ما مشيت على خطوات صح كل ما الكلوزنج والإغلاق بتاعك بقى نتيجة تلقائية مش مفاجأة. لو الحلقة دي فرقت معاك اعمل لايك واكتب لي في الكومنتات انهي خطوة في ال7 كنت تتجاهلها وقررت تشتغل عليها بعد النهاردة. سلام.